وده معناه ان هيبقى في فلاج في الاي بي اي. الفلاج ده بناء عليه هنعمل ريدايركت للهوم بيج على الهوم العاديه او النيو هوم. طيب قبل ما يبقى في ريدايركت تو بفانكشن بالطريقه دي، عايزين نفهم كنا بنعملها زمان او ايه الحاجات اللي كنا بنعملها زمان عشان نعمل حاجه زي الكيس دي، وبعد كده نشوف ازاي نعملها بالريدايركت تو. كان زمان عندك 3 حلول عشان تعمل تحويله زي دي. اول طريقه ان احنا ممكن نستخدم حاجه اسمها الجارد. انا لسه هشرح الجارد، تمام؟ بس مشكله الطريقه دي ان الجارد مش هدفه انه يعمل تحويلات بسيطه زي كده. الجارد ده معمول علشان يطبق بزنس رولز معينه، زي مثلا ما ينفعش المستخدم يفتح الصفحه دي الا لو كان مانجر او عنده رول مانجر او رول ادمن مثلا. ما ينفعش يخلي المستخدم يمشي من الصفحه دي او يحول لصفحه تانية لو في تغييرات مثلا ما حصلتش. دي كلها اسمها بزنس رولز، تمام؟ مش هدف الجارد خالص ان هو يعمل تحويله بالطريقه دي، تحويله بسيطه بناء على فلاج بسيط بالطريقه دي. وحاجه تانية ان الجارد بيتنفذ قبل ما الانجولار يبني اي كومبوننت. يعني يعني مفترض الريدايركت تو مجرد ما بيعمل نافيجيشن ستارت مثلا، مجرد ما خلاص يعني خلاص بدا النافيجيشن للريدايركت تو بيحول على طول مباشره. لكن مع الجارد لا، مع الجارد هتلاقيه فاهم ان هو ايه، عمل نافيجيشن ومشي عند الجارد ويتعرف عليها وينفذها وبعد كده ايه يكمل. فدي مشكله تانية برضه، يعني بيمشي كام خطوه قدام احنا مش محتاجينهم قوي عشان نعمل الريدايركت ده. يعني من الاخر الجارد احسن له انك تستخدمه في بيزنس رولز زي ما قلناها. مثلا صفحه مش هتتفتح غير لما المستخدم يبقى عامل لوجن، صفحه هتتفتح لما يكون المستخدم عنده رول معين، الكلام ده.